لم يصدق مظلوم عينيه حين رأى نفسه داخل سيارة لاند كروز وقد اجتازت بوابة رئاسة الاستخبارات العسكرية متجهة به نحو الشارع العام، فتساءل في سره: هل حقا كان المحقق صادقا عندما أخبرني أنه متزوج من إحدى عوائل مدينة السماوة، وتحديدا من عائلة جارنا القديم أبو شاكر؟ وهل حقا كانت رأفته بي إكراما لعائلة زوجته؟ وإذا كان ذلك صحيحا، فلماذا ترك مستخدميه يتدربون بجسدي على لعبتي الملاكمة وكرة القدم، متخذين من وجهي سطلا للبصاق ومشجبا للصفعات؟ لا، لا يا مظلوم، لا تصير غشيم. قال في نفسه: اليوم يشون على إذنك البصل. اي والله، هو المحقق نفسه قال لي اعترف قبل ما ياخذوك ويشون على اذانك بصل. طيب، بس ليش انطاني ورقة رابط طبي وبيها اجازة لمدة اسبوعين؟ مو بس الاجازة، لا، فوقاها باكيج جاير سومر اصلي، وسيارة لاند كروز توصلني الجراج علاوي الحلة. صحيح اني ما اقدر امشي من الرضوض، وصحيح خشمي مرم واحس بشي مثل القطار داخل اذني، بس ليش ما تركني اطلع وحدي واني اخذ تاكسي؟ شنو يعني ما عندي فلوس؟ لا عندي. لا يا مظلوم، المسألة بيها سر. اي والله بيها سر. الهي دخيلك، انقذني هالمرة، وعاهدك راح اصوم واصلي واترك كل السوالف المكسرة والمزينة. انت ومروتك الهي، بس خلصني هالمرة وشوفني شلون راح اصير. اني دخيل عندك، وانت تعرف هذول شلون سرسرية واولاد كلب. معقولة المحقق بعد كل ذاك الدق والكتل والراجديات والرفس والكيمل والتفال ينطيني إجازة لمدة أسبوعين، وباكيت جقاير سومر أصلي، وفوقاها سيارة لاند كروز توصلني الجراج العلاوي؟ والله العظيم بس المطي يصدق. لا يا بلاء، المسألة بيها سر. هذه الحلقة الثانية من مذكرات جندي، بقلم الشاعر والكاتب يحيى السماوي. أنا ثائر، وهذه قناة ثائر عراقي. استمر مظلوم في هذيانه وذهوله الصامتين، وفكر مع نفسه بالقفز من السيارة حالما تسنح الفرصة المناسبة، لكنه تذكر أن قدميه المتورمتين لن تساعدانه، وحتى لو ساعدته وبحسب خبرته فالتعذيب سيكون أكثر قسوة في حال الإمساك بالهارب. لم يستبعد مظلوم احتمال أن يتعمد السائق توفير فرصة الهروب له كي يقتله برصاص من مسدسه الواضح للعيان. حين عبرت السيارة جسر الأعظمية، قال مظلوم للسائق: من فضلك نزلني قرب الجامع، أريد أزور الإمام وأصلي صلاة المغرب، وبعدين أنا أخذ تاكسي للعلاوي. أنا أرتاح للسفر بالقطار، وبعدين أنا أخذ تاكسي للمحطة. أنا أرتاح للسفر بالقطار. شكرا أغاتي، نزلني باب الجامع. جزاك الله ألف خير وكثر أمثالك، يمك عيوني يمك. هاي شلك بيها يابا، بيع شلغم على غيري. ليش الشيوعيين يصلون؟ بعدين أنت شيعي، شنو علاقتك بالإمام الأعظم؟ تبيع كلاوات علينا؟ فقال له مظلوم: يا أخي صدقني والله العظيم أنا دوخ من السيارة وأريد أسافر بالقطار، وأحلف بالقرآن العظيم أنا مو شيوعي ولا عندي أي علا. فقاطعه المنتسب بالأمن والسائق لسيارة اللاند كروز: إذا أنت بحزب الدعوة؟ سترك يا إلهي، كلها ولا حزب الدعوة؟ حزب الدعوة إعدام من غير سؤال وجواب. لا أخي لا،
أبقى متهم بالشيوعية أحسن؟ شنو رأيك؟ تريد أرجع بيك للمخبز؟ اكرمنا بسكوتك وانشب. العفو أغاتي، آسف. ليش انتم تسمون رئاسة الاستخبارات المخبز؟ كرمنا بسكوتك وانشب، كافي لغوة. بعدين مو تنسى وصية السيد المقدم، انطاك إجازة أسبوعين تقضيها بالبيت، أسبوعين ما يبقى بيك أي ورم، خشمك يطيب والجرح اللي بقصتك يشفى، بعدين تلتحق بوحدتك ودير بالك تحكي زايد ناقص. زين إذا سألتني مرتي مو مشكلة، تقدر تقول سكران ووقعت، سيارة دعمتني، تعاركت بالجراج وبسطوني، هاي مو صعبة عليك، بس تعرف تصفف شعر خريطي. ما لازم تقول سكران وطحت، قول لعبت قمار وبسطوني. اي والله هاي العايزة، نعم الله عليك. تريد المرة تطلب الطلاق مني؟ لا أخي لا، خليها سكران ووقعت، لو جماعة سرسرية داروا علي وبسطوني بالجراج، هذا العذر أحسن وأشرف. كانت عايزة والتمت، قمرشي. وكما ينتبه الناطور بعد غفلة، سأل مظلوم السائق باستغراب: العفو أخي، يعني المحقق يحمل رتبة مقدم؟ مقدم؟ زين ليش ملابس الرتبة؟ لم ينبس السائق بكلمة، لكنه نظر بضجر إلى مظلوم الذي استدرك قائلا: والله بن أوادم رؤوف ومتواضع، ما كنت أتصوره مقدم، تواضع مدهش. تفضل جقارة، تفضل أرجوك. شنو أنت قاطع التدخين؟ أنا أتمنى أقطعه، بس منين أجيب الإرادة؟ ألعن اليوم اللي تعلمت بيه التدخين. إي والله ما ورا غير الأذية وطياح الحظ. ليش طياح الحظ بس بالجقاير؟ أنت من زمان طايح حظك، لو بخير كان بقيت مدرس أشمر. حزب البعث سواكم أوادم، خصوصا أنتم الشراقوة، ربكم ودينكم الخميني، ما تصير لكم شارة. انزل، هذا قراج السماوة. شكرا، أنا هواية ممنون لك، أرجوك بلغ شكري للسيد المقدم. اعطيني عرض شتافك ولا تطولها، دير بالك زين، ترى هالمرة خلصت، المرة الثانية اقرأ على نفسك الفاتحة، وتذكر زين ما نريد أي كلام زايد ناقص. اطمئن، ثقة، جماعة سرسرية بسطوني بالجراج. السائق الحاج كاظم وزير، وقد رأى مظلوم كما يمشي على مسامير متورم الوجه. أستاذ أبو شيماء، خير ماكو شي، عايش بيك ابني؟ لا ماكو شي، خبزون القواويد السرسرية سفلت بالاستخبارات العسكرية. دير بالك وليدي، كفيلك الله والعباس، نص سواق السيارات وكلاء أمن ومخابرات. اصعد ونسولف الطريق. ليش اكو واحد ما يعرف ذول الناقصين الذمة والضمير؟ سفل مناء. يزعم مظلوم أن له خبرة جيدة فيما يتعلق باستدعاءات الجنود والمراتب إلى الاستخبارات العسكرية، وبحسب خبرته المزعومة تلك، يرى مظلوم أنه إذا قامت الوحدة العسكرية بتسليم منسوبها كتابا مغلقا سري للغاية بدون مأمور يرافقه، فذلك يعني أن المسألة لا تستوجب الخوف والقلق، وكل ما سيجري هو تحقيق روتيني وربما التقاط صورة جديدة له ليزداد عدد صفحات إخبارته التي افتتحت في مسقط رأسه ولن تغلق قبل دخوله القبر. أما إذا سلم الكتاب السري للغاية إلى مأمور يرافقه من الوحدة العسكرية إلى رئاسة الاستخبارات في بغداد، فالمسألة لن تخلو من طقم متكامل من الصفع والرفس والنطح والكلام البذيء، لكن هذا الطقم لن يقود إلى الموت ولا إلى عاهة مستديمة، فالموت أو العاهة المستديمة
ستحصل إذا أرسلت رئاسة الاستخبارات العسكرية مأمورا منها ليصطحب الشخص المحدد مغفورا تطبق على يديه الجامعة الحديدية الكلبشة. لذا لم يقرأ مظلوم الفاتحة على روحه حين عرف أن الذي سيصطحبه إلى المخبز هو جندي من جنود وحدته، وكان طيبا حقا لدرجة أنه سمح لمظلوم بمهاتفة زوجته، ومن ثم السماح له بزيارة بيت شقيقته في اليرموك ببغداد ليتناولا معا طعام الغداء. لم يكتف السائق الحاج كاظم وزير بإيصال مظلوم إلى باب بيته فحسب، وإنما حاول جاهدا إقناع مظلوم بعدم دفع الأجرة. أستاذ أبو شيماء، أرجوك لا تطلع فلوس، أرجوك، يفيدنك للطبيب. بعدين أنت أستاذ ابني رفعت، وأبوك حج عباس صديقي بالروح، ترجع فلوسك الله يخليك. لا والله ما يصير، لازم تاخذ، أنا حلفت، أنت هم صاحب عائلة وعلى باب الله. صدقني أنا كنت ناوي أرجع فارغ، اليوم ماكو عبرية، يعني لو أنت ما جاي وياي كنت أنا أرجع لوحدي. ما قصرت، جزاك الله خير حجي، هاي الأجرة وأنا الممنون. بكيفك أستاذ، بس أرجوك لا تحكي ولا تسولف اللي صار، ترى هذول سرسرية وما عندهم ضمير، كفيلك الله كلهم هكلية وجايفين، الشريف فيهم خايس. ليش هو منو اللي خبل أخويا فاضل؟ أنت ابن السماوة وتعرف زين أخويا فاضل من أحسن المعلمين. أخذوه شرطة الأمن شهر واحد واخذوا ليرة ذهب وطلعوه مخبر. دير بالك وليدي، سلم لي على عيالك. استقبلته زوجته وثمة بقايا دموع بين الأجفان. الحمد لله، صلوات على محمد وآل محمد. وهي ترفع يديها صوب السماء: إلهي انطيتني مرادي، ليلة الجمعة أذبح لك الخروف، وكرت بهذا الشهر الميثم التمار، بعد عيني ميثم التمار. أم شيماء أصير عاقلة، شنو أذبح خروف؟ شنو كل راتبك الميثم التمار؟ أنت ما عليك، أنا نذرت والله انطاني مرادي ولازم أوفي النذر. الحمد لله، كل مرة تبقى أيام وأسابيع. والله يا أبو شيماء من الصبح لي الثواني أصلي وأدعي لك. خلصت كل أدعية الصحيفة السجادية، وقريت دعاء الشدة والفرج 5 مرات، والله انطاني مرادي. الحمد لله والشكر، الله فرجها بيوم واحد، الحمد لله. بابا يا يوم واحد، البسط اللي بسطوني بيه مال اسبوع، بس هم بسطوني اياه بيوم واحد، واذا ما ترضين اخذوا زيادة اكثر من 20 راجلي وشلاق، الله لا ينطيهم. الهي اريدك تاخذ لي حوبتي منهم بحق النبي وآل النبي. بسيطة بسيطة، بس ماكو لا ذبح خروف ولا راتب الشهر الميثم التمار. اللي سمعك يتصور الحكومة عينتني وزير التربية والتعليم. شلون اخبار؟ كل راتب الشهر الميثم التمار. ميثم التمار على عيني وعلى راسي، هو هسه بالجنة، واللي بالجنة يحتاج فلوس. يا الله، يحتاج، ما تحكين شو يسوي بالفلوس؟ يدفعن بخشيش حتى ما يروح جيش شعبي؟ إذا الميثم التمار تنذرين خروف وراتب شهر، شنو يكون نذرك لو للعباس؟ تنذرين البيت؟ الحمد لله البيت لي إيجار مو ملكنا. ايش بيك كلتني حاصل فاصل؟ الخروف من أبويا، والراء أعرف ميثم التمار يعرف ظروفنا، والله سبحانه وتعالى مسامح وكريم وما يرضى بالتبذير. عندي حل، نذبح دجاجة أنا أكلها، على الأقل أقوي جسمي للبسطة الجاية. أم شيماء، والحق يقال امرأة مفرطة الطيبة، كانت إحدى طالبات مظلوم حين كان مدرسا في إعدادية السماوة، تحب الشعر وتحترم كل الشعراء ما عدا أولئك الذين أساءوا لشرف الشعر
بقصائدهم التي تمجد طحيور وقادسيته. وهي وإن كانت حريصة على قراءة صحيفة طريق الشعب ومجلة الثقافة الجديدة، إلا أنها لا يمكن أن تنام قبل قراءة دستة كاملة من أدعية الصحيفة السجادية. أما ليلة الجمعة فلا مناص من قراءة دعاء كميل أيا كانت مشاغلها. تتمتع بصبر مذهل وتؤمن إيمانا مطلقا بالذي مكتوب على الجبين وما تشوف العين. فمثلا في صباح اليوم الثاني من زواجهما خرج مظلوم لاستئجار سيارة تقلهما إلى البصرة لقضاء شهر العسل، فإذا به يعود منتصف الليل متورم الوجه، رغم أن مفوض الأمن المدعو علي ناصرية ويبدو أنه كان بانتظاره مقابل البيت أقسم له أن ضابط أمن البلدة لديه استفسار بسيط لن يستغرق أكثر من دقائق معدودة، فاكتفت برفع يديها إلى السماء مطلقة وحشرجه، ومن ثم لتقول: لا تهتم حبيبي، هذه إرادة الله، الله يريد يختبر عباده، قول الحمد لله حتى تنحسب إلك حسنة. لم يكن علي ناصرية غير شرطي سكير نبذته مدينته وعشيرته، فانتقل إلى السماوة ليغدو بعد سنوات قليلة عضو فرقة في حزب طحيور، مكافأة لما يتمتع به من قسوة في التعذيب. له وجه لا يحتاج إلى أكثر من عملية تجميل بسيطة ليصبح قردا، لكنه يحتاج دورة تثقيفية لمدة 20 عاما ليصبح حمارا. هو الذي ابتكر طريقة التبول في فم الضحية، طريقة لا تتطلب كثير عناء، فقط تكتيف يدي الضحية إلى الخلف وإغلاق منخريه لحمله على التنفس من فمه، وحينها يجد البول طريقه نحو الفم. ومع أن علي ناصرية لم يتبول في فم مظلوم، إلا أن مظلوم في الانتفاضة الشعبية أرسل أكثر من مجموعة قتالية للقبض على علي ناصرية وناجي حميد سراج، طالبا منهم عدم المساس بحياتيهما، بل أنه قال لهم: سأقتل من يقتل هذين المجرمين، فهما حصتي وحدي. مظلوم كان هو الذي يحقق مع القتلة والمجرمين الذين وقعوا بأيدي المنتفضين. وقد يأتي على حكاية الذي طلب منه مظلوم قضم نعل إسفنجي فامتثل لولا أن مظلوم عفى عنه، بعد أن اعترف بأنه نفسه الذي ضربه بالنعل في مقر فرع المثنى لحزب طحيور. ما يأسف له مظلوم أن علي ناصرية قد جيء به في الرمق الأخير فنفق بعد دقائق وكانت ثيابه مبللة ببوله. وأما ناجي حميد سراج فإن أهالي ضحاياه قد فرشوا بجسده الشارع قبل دفنه في حاوية القمامة أمام مدرسة الرشيد الابتدائية للبنين، حتى وهو ميت ممزق جاءت امرأة ورفست بقايا رأسه. يقول مظلوم أن ناجي حميد سراج هو السبب في فصلي من التدريس، ولولاه لما ارتديت الخوذة والبدلة الخاكية طيلة سنوات قادسية طحيور. أما علي ناصرية فهو الذي جعلني أمضي نصف فترة شهر العسل في بيتي لا أقوى على المشي من سريري إلى حجرة المكتبة. كل هذا وأنا الآن جندي يراد مني أن أقاتل دفاعا عن قاتلي. يقولون أن للإنسان حاسة سادسة، قد يكون صحيحا بالنسبة للإنسان المستظل أفياء إنسانيته في ظل نظام حكم إنساني، غير أني كجندي عراقي لم أعد إنسانا. الجنود ليسوا أكثر من وقود بشري لتلك المحارق الهستيرية التي تدعى الحرب. لقد صادروا إنسانيتي
منذ ارتديت بدلة الجندية لأغدو مجرد قطعة شطرنج تحركها يد لاعب مجنون، لاعب ينظر للعالم من فوهة مسدسه الشخصي ويرى الوطن كما لو أنه ضيعة من ضياع أسرته، وأن كل من عليها هم عبيده، يتحتم عليهم الانحناء له. إنه عصر الإقطاع السياسي، فهو أكثر خطورة على الإنسان من الإقطاع الزراعي، لأنه يخل بكرامة الإنسان وليس بحجم رغيف خبزه. في أول محاضرة ألقاها علينا العريف حلبوس، قال إن أسماءنا الحقيقية المكتوبة في هوياتنا الشخصية باتت غير صالحة للاستعمال خلال الخدمة العسكرية. سألته: وماذا عن الأسماء غير الحقيقية في الهويات المزورة؟ فرد علي: امسحوا بها اطياء. وأردف مواصلا محاضرته: كل واحد يحفظ رقم زين، أرقامكم الموجودة بدفاتر الخدمة العسكرية هي أسماءكم. مفهوم؟ مفهوم. أصبح اسمي الآن جيم حاء خاء المرقم 195,635. فأية حاسة سادسة تلك التي يتحدث عنها البعض؟ من منكم سمع أن للحيوان حاسة سادسة؟ لقد صادروا حواسي الخمس أساسا، فكيف نبتت لي حاسة سادسة؟ نعم، حيوان. العريف حلبوس نفسه قال عني أنني حيوان حين أجبته عن سؤاله: تعرف شنو معنى جيم حاء خاء؟ نعم أعرف. الجيم يعني جندي، والحاء يعني احتياط. قلت مع أني أعرف أن الخاء تعني خريج الجامعة. أجابني: أنت شب حيوان، احترم نفسك عريفي، أنا مو حيوان، أنت الحيوان. أنت تعرف أنا منو؟ تعرف من هو والدي؟ ولك أنا بن حج عباس. إذا أنت ما تعرف الناس، روح اسأل أبوك، ولو أبوك حيوان مثلك. أني بن حج عباس تقول علي حيوان؟ لو يسمع حج عباس. طبعا حلبوس لا يعرف أن الحاج عباس مجرد بقال يبيع البرتقال على أرصفة المدينة، فقد سبق لشرطي الأمن علي ناصرية أن صفعه أمامي حين كنت موقوفا في معاونية شرطة الحي الجمهوري بأمر من محافظ المثنى حسن الشامي، بسبب مقال نشرته في صحيفة طريق الشعب دعوت فيه إلى غلق مدينة الملاهي والقمار التي أقامتها المحافظة في مركز الشباب. ويبدو أن حلبوس اعتقد أن والدي لا يقل مكانة عند الحكومة من مكانة خير الله طلفاح خال طحيور ووالد زوجته. تحول لون وجه حلبوس من لون نحاس صدئ إلى لون يشبه صفار بيضة فاسدة، فواصلت صراخي: ولك حلبوس، أنا حيوان، ما لازم عشيرتي وحج عباس، أنا مقاتل بجيش القادسية. والله العظيم إذا اشتكي عليك عند السيد الرئيس القائد حفظه الله وطول عمره ويسمع أنت قلت عن ابن حج عباس حيوان، راح يعدمك. اي نعم يعدمك. كل شي هون عند الرئيس القائد ما عدا إهانة المواطن وخاصة المقاتل، فكيف على ابن حج عباس؟ لكن اطمئن، ما راح اشتكي عليك، انت صاحب عائلة واطفالك شنو ذنبهم؟ والله لو ما صاحب عائلة كان الآن رحت للسيد الرئيس واشتكي عليك. أنا حيوان؟ أني؟ ثم أضفت وأنا ألتفت إلى بقية الجنود: الله يلعن الشيطان، والله لو ما خطية هسه أروح للسيد الرئيس. لطيف أبو الكبة عقب قائلا: لا أبو شيماء، امسحها بوجهي، احسبها علي وبعد ما يعيدها. حلبوس خوش آدمي وما قاصدها، يلا يلا أنا أبوس راسك بمكانه، شو تريد بعد؟ المسامح كريم. قلت للطيف أبو الكبة وقد افتعلت الجد:
كاتما ضحكة مجنونة، أسامح خاطرك 1000 عين لأجل عين تكرم. لكن أرجوك لا تخبر أي إنسان. دير بالك إذا وصل الخبر لأبويا معناها تشتعل نار البسوس وداعس والغبراء من جديد. إذا سمعت العشيرة راح تسوي قادسية ثانية. حقه ما يعرف عشيرة القعقاع أو المثنى ابن حارثة الشيباني. الرئيس القائد نفسه ما يخطب خطاب إلا ويذكر اسم جد والد القعقاع. ثم التفت إلى حلبوس موجها له الكلام بعصبية ولكن دون صراخ. الحكومة أطلقت على مدينة السماوة وأقضيتها ونواحيها اسم محافظة المثنى تكريما للمثنى ابن حارثة الشيباني جد أمي. بان على حلبوس الارتباك وخنس صاموط لاموط. وفي هذه اللحظة اكتشفت أن حلبوس ساذج وطيب القلب بل وغبي. عزة الدوري ما يقدر يقابل السيد الرئيس إلا بالتواسيل، أنا أقدر أقابله؟ هاي شلون مشت عليك يا حلبوس؟ والله العظيم يومين وأنا ساكن مديرية التربية حتى أقابل المدير العام. تاليها باليوم الثالث سمحوا لي أقابل معاون المدير. أنا بالحج عباس البقال أقدر أقابل السيد الرئيس؟ وعلي شيابه على حلبوس لأن شتمني وقال لي أنت حيوان؟ لا لا، أنا طوختها زايد. هاي مو إنسانية منك يا مظلوم. شنو يعني لأن حلبوس مسكين وفقير؟ ليش ما اعترضت على مدير الأمن بالسماوة لما سجنك يومين بالمرحاض؟ نسيت يا مظلوم؟ نسيت من طلعت بعد يومين حتى قميصك يعط ريحة خايسة؟ إذا بخير تناطح مع مدير الأمن، مو هذا المسكين حلبوس. حلبوس أيضا حيوان مثلك. إيه يا ربي، صدق لو قالوا أبويا ما يقدر إلا على أمي. وين كانت كرامتك لما هفك محمد حمزة الزبيدي براجدي على وجهك بمقر فرع المثنى للحزب القائد؟ نسيت يا مظلوم؟ أنا أذكرك يوم اللي دز عليك للمقر لما كان أمين سر فرع المثنى وطلب منك المشاركة بقصيدة لمناسبة عيد ميلاد الرئيس، وكان جوابك والله أستاذ ما أعرف أكتب غير شعر وغزل ماجن وخمريات. ذكرت مظلوم؟ شنو يابا شنو؟ تقول يا زبيدي يا بطيخ؟ أنا أذكرك زين. تتذكر لما كنتم تشربون قز زرقط بنادي المعلمين أنت وجبار عبد الجاسم وعبد السادة حسين الحميدي وحمود حذاف ويحيى جابر وفالح حسن كاندو، وطلع الزبيدي بالتلفزيون يؤدي القسم أمام القائد كرئيس الوزراء وصحت بصوت مسموع اي والنعم الرجل المناسب في المكان المناسب عند ضربة راجدي تشبه رفسة الحصان. مظلوم هسه تذكرت؟ أذكرك بعد أكثر. تتذكر لما جاك نقيب المعلمين رحيم شاكر وقال لك إذا ما تطلع من النادي أخابر عليك الأمن؟ تتذكر؟ بس شفته راح للتليفون صحت على البوي دفعت حساب الجاجي كله بلبي ونص بطل زحلاوي، مع العلم بعد صرمور ما شارب منه ولا حسوة. ومن يومها ما وصلت نادي المعلمين اللي كان يسمح بدخول الكيولية بأمر محمد حمزة الزبيدي نفسه ديك الأيام. كافي عاد كافي، كلمة حيوان بالجيش مثل الزلاطة. ليش اللي قاتل بحرب همجية عدوانية مو حيوان؟ حيوان ونص، مو بس انت حيوان، حتى رئيس الأركان حيوان مثلك. اي نعم حيوان مثلك، والفرق بينك وبينه نوع العلف ونوع الاسطبل والزريبة والمعاش. لا والله مو بس رئيس الأركان، حتى رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني وأعضاء مجلس قيادة الثورة كلهم خرنقعية وخردوات بجيبه، واحدهم ما يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان. لا تغرك الكشخة، كلهم فاشوشي يطلعون حيفهم بالمساكين مثلك ومثل حلبوس. متعجب قالوا له حيوان. الله يساعد سمير الشيخلي عضو قيادة قطرية ووزير دخل القصر الجمهوري
ونسى ينزع المسدس بباب الاستعلامات. اكل طن لاليق وراشديات وتفال من حرس الرئيس. احمد ربك يا مظلوم على هاي النعمة الفضيلة. متعجب قالوا له حيوان. قندرة حلبوس تشرف طحيور وحكومته بما فيهم وزير الأوقاف والشؤون الدينية. يعني ما سامع وزير شؤون دينية يشرب عرق ويسهر للصبح عند الكاولية يلعب ريسز وصرمبارة. اي والله وصرمبارة. اذا تدور عليه تلقاه العصر بشارع النهر لو بشارع 14 رمضان. عيونه زورق على النسوان. صابغ شعره اسود مثل الفحم ومطول زلوفه. لابس قميص بنفسجي وشاكيت اخضر طوخ حتى يصير حلو مثل ألان ديلون. ما يدري لاعب بخلقته وصاير مثل راس البيتنجان. كلهم شواذي ما بيهم حلو. بس عبد الغني عبد الغفور اللي وجهه ينقط صخام مثل قفا قدر الهريسة. استغفر الله، لا اعتراض على خلقك، سامحني يا ربي. بيهم واحد ينطلع بي، لكن الطبيب مانع من الابتسام إلى يوم القيامة. يمكن ما مبتسم حتى يوم عرسه. وجهه سجن وقفاه مستشفى. عينه طحيور قائد عام للجيش الشعبي. ايه يا ربي، ياه الحلو عزة الدوري اشو ما يصلح الوظيفة شرطي تبليغات بالمحكمة الشرعية. ما ادري شلون يحمل رتبة فريق اول ركن. حسبالك سلبوح ابو السيان لابس قوات خاصة. بنتي من شافت صورته بالتلفزيون سألتني بابا هو الجني شلون شكله؟ يعني مثل هذا؟ روع يخرع. يلبس قوات خاصة ابو الذكن. وجهه نص حلق. كل عافيته بحلقه. من يضحك شفايفه توصل لذانه. شلون حلق؟ حسبالك بالوعه تضيع بيه تريلا مرسيدس بكامل حمولته. والله هذا حلق لو ملجأ قطارات. لابس قوات خاصة السيبندي. استغفرك يا ربي، لا اعتراض على الخلقة، إلك بها إرادة لما خلقته مثل الشادي. تذكرت بيهم واحد حلو اسمه داوود القيسي مطرب الحزب الرسمي. يقولون مرة من المرات كان يغني بنادي الصيد بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب. وكانت الصالة مليانة بعوائل المسؤولين من ضمنهم عائلة طحيور. زوجة طحيور ما كانت شايفة داوود القيسي من قبل، ولما طلع على المسرح حتى يغني أرسلت مرافقها الخاص للمشرفين على الحفل يخبرهم بأمر السيدة الأولى. شنو هذا الأمر؟ أن يغني داوود القيسي من وراء الستارة، يعني صوت من غير صورة. تخاف على أطفالها يخترعون لو يصيبهم كآبة إذا شافوه. حقه، والله العظيم حقه. أنا رجال شايف كل الضيم والعبان النفس، ولما شفت داوود القيسي بمقهى القناديل بالصالحية غصيت بالبيبسي وما قدرت أشربه. الحمد لله ما شفته واني بالمطعم اللي كان بصف المقهى. المطعم اللي أكلت بيه بامية وتمن قبل دخولي مقهى القناديل بربع ساعة. ألعن أبوكم وأبو حزبكم يا هتلية. يريدون مظلوم يقاتل نيابة عنهم؟ لا والله ما قاتل. يجي يوم وأفر من الجيش. اي نعم لازم أفر. شنو اللي حصلته منكم غير البسط والتعذيب والفصل؟ قدمت طلب على شقة من شقق البلدية للإيجار، تالي يرجع لي الطلب عليه توقيع مدير البلدية. لم تحصل الموافقة. ليش يابا؟ لأني ما منتمي للحزب القائد. ثاني يوم بعد شلعان الروح قابلت أمين سر فرع الحزب وعريضة الشقة بيدي. قال لي ليش ما تنتمي للحزب وترتاح؟ جاوبته استاذ أنت بنفسك قبل أسبوعين وصفتني سرسري وسافل ومنحط. شلون تطلب مني أنتمي لحزبكم؟ يعني حزبكم يقبل بانتماء السرسرية والسفلة والمنحطين؟ وحدي ما كمل سؤالي هفني براجدي واشتغلت الشلاليق والبوكسات. ما أدري منين طلعوا لي ولوني وليت مخانيت. أني أقاتل نيابة عنكم بالجبهة؟ لا والله لازم أفر. أرجو أن لا يفهم من كلامي هذا أن الجندية بمثابة إسطبل بشري. إنها مصنع الرجال
حسب اعتقاد أبي رحمه الله في وصفه فترة خدمته العسكرية قبل عقود عديدة، فقد كان للجندية قديما شرفها وتقاليدها وفروسيتها، أما في زمن طحيور فإن لها عارها وفرائسيتها، فأصبحت مهمة ووظيفة الجيش حماية السلطة وحراسة الرئيس وغلمانه وجواريه، وليس حماية الوطن ومواطنيه. أصبح سورا للحاكم بأمره وليس سورا للوطن، وإلا هل يعقل أن قادته لا يعرفون حقيقة أن طحيور هو الذي أوقد فتيل الحرب ضد إيران نيابة عن أمريكا حين كان فتاها المدلل؟ هل يعقل أن هؤلاء القادة لا يعلمون أن طحيور قصص لخبراء البنتاغون دار الضيافة رقم 7 داخل محيط القصر الجمهوري؟ هل يعقل أن يعرف الجندي احتياط مظلوم بوجود الخبراء الأمريكيين وهؤلاء القادة لا يعرفون؟ ولكي أكون منصفا فإنني أعترف بأن للجندية بعض الفضائل، فهي تعلمنا أشياء كثيرة لم نكن نعرفها. فأنا مثلا كنت بحاجة إلى دورة تدريبية مدتها أسبوع كامل لأتعلم طريقة صبغ البصال وتلميعه دون أن أدفع فلسا واحدا، وإلى دورة تدريبية لمدة أسبوعين لأتعلم طريقة حلاقة اللحية دون الاستعانة بمرآة. ففي الأسبوع الثاني من خدمتي العسكرية صرت أحلق لحيتي وأنا مغمض العينين، وأصبح بمقدوري تلميع بصالي دون الحاجة إلى دهان وفرشاة، إذ يمكن في الحالات الطارئة والحرجة تلميع البصال باستعمال البيرية وقليل من زيت الطبخ. وأنا الذي ابتكرت لجنودي مفرزة التصريح طريقة شرب الزحلاوي والمستكي والعصرية وبيرة فريدة خلال الواجب الوطني المقدس حسب تعبير طحيور، وأمام الضباط دون أن يشعروا، خصوصا في الليل. تتلخص الطريقة بوضع حليب السباع أو العسل المر في الزمزمية المربوطة إلى النطاق أو الحزام والمخفية تحت القمصلة، ومن ثم تهيئة متر واحد من سلك كهربائي سميك يوضع طرف منه في الزمزمية بعد نزع الأسلاك المعدنية منه، ويمد الطرف الثاني من تحت القميص وصولا إلى الياقة ليكون قريبا من الفم. بعد ذلك يبدأ المص حسب حاجة الجمجمة وحسب نوعية الواجب الوطني، وأحيانا حسب كثافة القصف الذي لا يسمع دويه طحيور وبقية أفراد أسرته وغلمانهم وجواريهم وحاشيتهم. قد لا أكون مبتكر هذه الطريقة في القوات المسطحة، لكني بالتأكيد أول من ابتكرها لحل مشكلة أبو مشتاق في مفرز تصليح آليات اللواء قبل شيوعها في بقية سرايا وكتائب اللواء، ومن ثم وحدات أخرى جارة قبل اكتشاف أمرها، فمنع علينا في المفرزة حمل الزمزمية في الليل خلال الواجب الوطني المقدس حسب تعبير طحيور. نتوقف هنا، وفي الحلقة القادمة يكمل لنا المؤلف بقية هذه المقالات، وسنبتدئ الحلقة القادمة بهذه العبارة: شيء آخر تعلمناه في الجندية وهو الكذب. شكرا لكم ومع السلامة.